السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بيكم وكل عام وانتم بخير. بصوا يا جماعة، أنا النهاردة مش جاية أقول لكم درس ديني ولا جاية صراحة أتكلم في ورقة وقلم وأشرح، لا، أنا جاية أتكلم معاكم من قلبي النهاردة كأننا كده قاعدين مع بعض صحبة. بصوا يا جماعة، أنا من الناس اللي كتير جدا كانت بتفوت عليها الأيام العشر دي بصراحة من غير ما أحس. اهو نقول فعلا دي ايام مباركة، بس هنعمل ايه؟ مش دايما كنا بنلحق ايه نستغلهم صح، بس المرة دي ان شاء الله ان شاء الله لا، مش هينفع نعديهم كده، علشان بكرة بإذن الله اول يوم من اعظم ايام السنة. مش انا اللي بقول الكلام ده سيدكم النبي صلوا عليه، هو اللي قال الكلام ده بنفسه. قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام. يعني انت لو عملت خير بسيط فيها ربنا هيكتبه لك باجر كبير قوي قوي قوي. تخيلي كده معايا، كل حاجة صغيرة بتعمليها، لو ركعة زيادة، لو دعوة من قلبك، لو صدقة خفيفة، لو تسبيحة وانتي واقفة في المطبخ بتعملي الاكل، كل ده بيكتب لك عند ربنا باجر مضاعف. فرصة يا جماعة، والله فرصة نبيض بيها صفحتنا، فرصة نفتح صفحة جديدة مع ربنا، نطلع من الأيام دي بقلب تاني خالص. عارفين كده ساعات الواحد بيستنى شهر رمضان عشان يتغير من جواه، بس مش واخد باله ان العشر الأوائل من ذي الحجة دول أعظم حتى من عشر الأواخر من شهر رمضان. اه والله العلماء قالوا كده، واحنا وللأسف وناس كتير جدا بتعدي عليهم الأيام دي كأنها أيام عادية. تلاقي ان اللي بيجهز للعيد، تلاقي مين هيشتري ايه، هنجيب كام كيلو لحمة، بس نسينا الأهم، نسينا ان احنا نجهز قلوبنا. انا النهاردة بقول لكم وبقول لنفسي قبلكم والله، يا ريت نلحق، يلا نلحق، والله الايام دي ما هتتعوض. محدش ضامن اصلا هنوصل لها تاني ولا لا. احنا دلوقتي في ليله من ليالي العشر، النهارده اول ليله، يعني اول ليله خلاص بدات، ويا بخت اللي هيستغلها صح. تعالوا بقى كده بهدوء نقعد نحط خطه بسيطه، مش هتكلف ولا هنحط حاجات فوق طاقتنا، لا احنا هنشتغل بقلوبنا. اول حاجه يا جماعه نشتغل على الصلاه. ايوه الصلاه ده الفرض الاول، اول حاجه نعملها على وقتها، وتكون يا ريت بخشوع. نحاول نركز في كل كلمة، نحاول نحس بيها، نحس ان احنا فعلا واقفين قدام ربنا بجد. لو تقدري تزودي نوافل يا الله يا سيدي على الجمال، ركعتين كده قبل ما تنامي، اللهم بارك، ركعتين ضحى الصبح ما شاء الله. مش شرط يا جماعة يكون كتير، بس يكون فيهم حضور للقلب. بعد كده الذكر ده طبعا سلاح الايام دي، ان احنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قوليهم كده وانت ماشيه، قوليهم وانت بتطبخي، قوليهم وانت في المواصلات، قوليهم وانت حتى داخله على السرير تنامي. وخلي ليكي ورد استغفار، قولي كتير استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الذنوب اللي بينا وبين ربنا كتير جدا يا جماعه، مفيش احسن من الاستغفار يمسحها. بعد كده الصيام يا جماعة، لو تقدري تصومي 9 خير وبركة وما شاء الله عليكي، ولو مش قادرة خلي نيتك موجودة، حاولي تصومي على قد ما تقدري ولو حتى يوم عرفة بس، لأن ده بيكفر ذنوب سنتين، سنتين يا جماعة. يعني ربنا بيصفي لك الماضي ويمهدك للمستقبل، بس عايزك تيجي وتقولي يا رب، يا رب أنا جيت أهو. بعد كده القرآن يا جماعة نخلي ونحاول كل يوم لو حتى صفحة واحدة. الموضوع مش بالحجم، الموضوع بالنية والصدق. افتحي المصحف وقولي يا رب افتح لي بيه قلبي، يا رب بارك لي في قراءتي. بعد كده الصدقة، اي حاجة، مش لازم تبقى مبلغ كبير، والله لو بابتسامة في وش حد ربنا هيكتب لك بيها صدقة واجرها. اكلة تعمليها لجارتك كمساعدة بسيطة، يا سلام. لو حد محتاج، الصدقة يا جماعة مش بس فلوس، والله دي روح وطيبة قلب. بعد كده بر الوالدين، كلمة حلوة لمامتك، زيارة لأبوكي، حتى لو مكالمة تفرحهم. الحاجات دي سبحان الله عظيمة جدا عند ربنا، وممكن يتفتح لك بيها أبواب رزق ما كنتيش تحلمي بيها. صلة الأرحام يا جماعة، لو في حد من قرايبك زعلان منك كلميه، لو ليكي صاحبة قديمة انقطع بينكم الكلام ابعتي لها رسالة. حاجات بسيطة جدا بس بتغير حال القلب. ما تنسوش الدعاء، ادعوا كتير قوي بإلحاح، خصوصا في السجود وفي آخر الليل. قولوا له يا رب انا جايه لك، مش جايه فاضيه والله، جايه بذنوب كتير قوي، بس جايه بقلب تايه ونفسي يتغسل. واهم من ده كله خليكي صادقه في نيتك، يعني مش لازم تبقي شيخه ولا متفرغه بس لربنا، لا، ربنا بيحب القلب اللي عايز، اللي بيحاول حتى لو بيقع ويقوم. ما تقوليش مش هعرف،
ما تقوليش انا مش زي الناس اللي بتصلي طول الليل. كلنا بنحاول وكلنا والله مقصرين جدا، بس ربنا بيشوفك ان انت بتحاولي، وهو اللي هيقربك ويعينك. ودلوقتي واحنا قربنا نختم، عايزه اقول لكم حاجه اخيره. خلي العشر الايام دول مختلفين. ابدأي من النهارده، من اللحظه دي. ما تنسيش لما يفوت اول يوم، وما تستنيش لما يفوت اول يوم وتقولي ياه ده انا كان نفسي الحق. يلا نلحق دلوقتي، يلا نبدأ بدايه جديده. ولو وقعتي في النص قومي وكملي، لان ربنا بيحب العبد اللي بيحاول مش اللي بيستسلم. تعالوا بقى مع بعض نختم سوا بدعاء. اللهم بلغنا العشر من ذي الحجة، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. اللهم اجعلنا من اللي عرفوا قيمتها واستغلوها، ومن اللي غفرت لهم يا رب وكتبت لهم أجر الحج والعمرة وهم في بيوتهم. يا رب ارزقنا قلب نضيف وتوبة نصوحة ورضا منك يغنينا عن كل حاجة. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. يا رب اجعلنا من الذين فتحت لهم أبواب الرحمة والخير في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخرجنا من هذه العشر الأوائل من ذي الحجة إلا بذنب مغفور وعمل متقبل وقلب منور يا رب ودعوة مستجابة. أمين يا رب العالمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب تبقى أيامكم كلها خير وبركة ورضا. شكرا جدا على حسن استماعكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الأجر يعم وناس كتير تشاهد الفيديو ويستفادوا. شكرا جدا ليكم. في آخر دعوانا أن الحمد لله. صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.